السلام عليكم. الا كتحيري شنو توجدي للغدا في هذا الصيف، جبت لك 5 الاقتراحات اللي هما طويجنات كيجيو لذاذ ومعلكين وكيوجدوا بسرعه. بالنسبه للطاجين الاول احتاجينا فيه 2 حبات ديال الطماطم والتوابل اللي هما ملح وابزار خرقوم زنجبيل و2 فصوص ديال الثوم. ضفت حبه ديال الجزر اللي قطعتها دوائر، وغادي نضيف زيت الزيتون. غنديرهم على نار مهيله حتى كتبان ليا المطيشه تقلات. وعندي رابعه ديال الكفته ديال اللاذان اللي شكلتها كويرات. وبالنسبه لهاد الطاجين هذا راه ما كيطيبش، ما كنديروش نهائيا حتى شي نقطه ديال الماء، غير تكون النار اللي هي مهيله. غير كنجمعوا الطاجين ديالنا عليه كلشي وكنسدوه تقريبا مده ديال نص ساعه كيكون واجد. الكفته ديال اللادان كنعرفوا انها كطيب بالزربه، وديك الحبه ديال الجزر قطعناها قطع اللي هما رقاق. ما غاديش تاخذ معنا الوقت نهائيا، كيجي بنين بزاف ما تشبعوش منه. غير جربوه بهذه الطريقه هذه. غادي نستف هاد الكفيته كلها، وغادي ندير عندي هنايا شويه الزيتون الاحمر غنضيفو بهذا الشكل هذا، وعندي قطع ديال الحامض مصير، وعندي ايضا واحد الحبه ديال الفلفله حلوه اللي قطعتها من قبل شكلتها هكذا دوائر. خليو لي في التعاليق كيفاش كطيبوا الكفته ديال اللادان في الطاجين، واش كديروا هاد الطريقه ولا عندكم شي طرق اخرى؟ كتبوها لينا في التعليقات. غادي نزين بواحد المزود ديال الفلفله حاره وشويه ديال القزبر ومعدنوس هكذا من الفوق. انا مره كنفتح الطاجين وكنحاول انني ندير مرق هكذا من الفوق باش دوك الحبات ديال الكفته اللي ما واصلينش للمريقه يتشربوا مزيان. بعد ما طاب هانتوما كيفاش جا كيجي معلك وبنين ما تشبعوش منه. بالنسبه للاقتراح الثاني عندي هنا نص كيلو ديال اللحم الغنمي، كل وحده كدير الكميه ديال اللحم اللي غادي تقدر يعني تاكلوها. درت هنا معلقه ديال الخرقوم مع شويه الزنجبيل والابزار وشويه ديال الملحه، وعندي حبه ديال البصله اللي قطعتها شرائح، وضفت ايضا زيت الزيتون. عندي زيت زيتون اللي هي حلوه شويه انا كنطيب بها. هنا درت شويه الماء من الاول باش ما تحرقش لينا ديك زيت الزيتون. خليته تقلى شويه حتى تشرب اللحم ديك العطريه. وزدت هنايا عندي 2 حبات كبار ديال البصل اللي قطعته هكذا دوائر. عندي واحد الكميه ديال الزبيب اللي كبيت عليها الماء طايب من قبل هكذا باش نتخلصوا من داك الغبار ومن ديك الادويه اللي كيكون يعني عليهم من قبل. غادي نضيف الزبيب ونخلي نار اللي هي تكون مهيله. هنا راه ما زدتش الماء نهائيا، غير هذيك الكميه ديال الماء اللي ضفت في الاول طاب بها الطاجين. من بعد ما طاب ووجد راه كيجي حتى هو بنين بزاف. هنا غندوزو للاقتراح الثالث اللي احتاجيت فيه بصله كبيره. نضيف التوابل اللي هما الخرقوم والابزار وشويه الزنجبيل شويه التحميره و2 فصوص ديال الثوم محكوكين وشويه الملحه، وغادي نضيف الزيت. غادي نديرهم على نار اللي تكون مهيله. كنبقى نحرك حتى كتبان ليا ديك البصيله تشحرات مزيان. وهاد الطاجين كلهم هاد الطويجنات هادو اللي درنا فيهم الطماطم راه ما كندير حتى شي اضافه ديال الماء، غير النار تكون مهيله وراه كيطيبوا كيجيو هما هادوك تيجيو معلكين البريقه ديالهم خاتره وبنينه. هنا غادي نضيف 2 حبات ديال الطماطم اللي محكوكين. بالنسبه للكميه تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا على حسب العدد ديال الافراد ديال الاسره. وما تنساوش تخليو ليا في التعليقات شنو هما الطويجنات اللي معتمدين عندكم وديما كديروهم، واش كل وحده تكتب ليا شنو الطاجين المفضل بالنسبه ليها، واي ملاحظه خليوها ليا في التعليقات. كنشحر هاد المطيشه مزيان هي والبصيله حتى كيبانوا ليا المريقه ديالهم تعلكات واختارت. من بعد كنضيف عندي هنا واحد الكميه ديال الكبده اللي مغسوله من قبل ومنقيه مزيان، يعني ورقتها في الحامض والخل. وغادي نضيفها بهذا الشكل هذا، وغادي نبقى نحرك حتى كينسجموا دوك المكونات كاملين مع بعضياتهم. غادي نضيف شويه ديال الزيتون. وهنا في هاد الطاجين هذا راه درت واحد الكميه اللي مهمه ديال الثومه، تقريبا درت 4 الفصوص ديال الثومه. وغادي نضيف الحامض مصير. وفي نفس كيف ما قلت لكم في الاول راه كتشوفوا يعني كيفاش مطيشات لقات لينا الماء واخا حنا ما ضفنا والو. غندير شويه ديال الكمون من الفوق. هنا راه حتى طابت ديك الكبده مزيان، وغادي نطفي عليها بحال هكذا. غير غادي مع تبرد يبرد الطاجين غيولي هو هذاك يعني القياس ديالو في المريق، وراه كيجي بنين ومعلك وخطير في المذاق. وغادي ندوزو للاقتراح الثالث اللي هو الطاجين بالخضره. عندي هنايا هاد الكميه يعني ديال الدجاج اللي ضفت لها التوابل اللي هما الخرقوم والابزار الزنجبيل شويه ديال التحميره فصوص ديال الثوم وشويه الملحه وضفت الزيت. غادي نضيف واحد الحبه صغيره ديال البصل. غادي نديرهم فوق النار اللي تكون مهيله.
غادي نضيف شويه ديال القزبور ومعدنوس، وغادي ندير الماء الكافي اللي غيطيب فيه الطاجين. تقريبا ضفت هنا كاس ديال الماء، وغادي ندير جلبانه، وغادي نبدا نضيف في البطاطس اللي قطعتها بهذا الشكل هذا طولي، وغادي نزين ايضا بواحد القطع ديال الطماطم، واحد الحب الفلفله هذا حاره، هذه المساند الرسمي عندي في الطاجين. وغندير شويه الملحه ونقص ليه البوطه، نخليه يطيب على نار اللي مهيله. ها هو من بعد ما وجد جا ما شاء الله يعني لذيذ بزاف. وغادي ندوزو للاقتراح الخامس يمكن والاخير اللي هو الكفته ديال البقري. غادي احتاجيت فيها واحد الكميه ديال الطماطم، تقريبا 3 ديال الحبات، مع التوابل اللي هما التحميره، الخرقوم، الابزار، الزنجبيل والثوم. انا هادو هما التوابل اللي كندير تقريبا في الطواجن كاملين. ضفت زيت الزيتون، وغنخلي هاد المطيشه ديالي حتى كتبان ليا تشحرات شويه. وغنضيف شويه ديال القزبور، وغادي نضيف الكميه اللي عندي ديال الكفته، تقريبا عندي رابعه ديال الكفته. ودائما هاد الطويجنات هادو اللي كتكون فيهم مطيشه نديروا ليهم نار اللي هي مهيله. والطاجين بصفه عامه يعني السر البنه ديالو هو يطيب على مهل، يعني تكون النار اللي مهيله ونخليه يطيب على خاطرو. كيف قلت لكم حتى الا بغينا نزيدوه الماء يكون الماء اللي هو مغلي، ما نديروش الماء بارد. وهنا ضفت الكميه اللي عندي ديال البيض، انا هنا ضفت 3 ديال البيضات. وغادي نضيف ايضا من الفوق هكذا واحد القطع ديال الجبن. وحتى الطاجين كنظن هو المساند ديال المغاربه، كلشي كنديروه. هو بعد ما وجد كيجي بنين بزاف. وإلا بقيتوا معايا حتى لهنا كنقول لكم كنتمنى الاقتراحات ديال اليوم يكونوا نالوا اعجابكم. ما تنسونيش من الاشتراك واللايك، وخليوا لي التعليق ديالكم اي ملاحظه او اي طريقه كتحضروا بها الطويجنات وكيجيو لذاذ، لما لا نجربهم في الفيديو القادم ان شاء الله.